يا مرحب يا سبورة، الناس قتلتني أسئلة من ساعة حلقتنا اللي فاتت. الترند ولع والكل مستني كلمتك. اهلا يا عم جمال يا جميل. الجمهور ذكي وعارف ان الفايده هنا. احنا دلوقتي هنتخيل اذا بكره سمعنا خبر انتهاء الحرب هيحصل ايه في الاسعار. أنا عايز الخلاصة، خلينا في جبنا وفلوسنا. أول ما يوقعوا ورقة السلام، إيه أول حاجة هتحصل في السوق؟ في أول يوم هيحصل هبوط كبير لسعر النفط، هينزل ل $80. فوراً بعد الهبوط هيبدأ السوق يقيم الوضع حلو، يعني أروح أبيع الذهب اللي شايلة للزمن واشتري بضاعة طالما هو سعره هينزل مع البترول بقى. غلط يا عم الجمال، مش اتفقنا الفيديو السابق ان انتهاء حرب الطاقه معناها ارتفاع الذهب؟ ركز يا عم جمال، الذهب وقتها هيكون اهدافه $5000. طيب الذهب كده تمام، بس الغلبان ما بياكلش ذهب. قولي لي الفراخ واللحمة والزيت، الأسعار هتنزل للسلع الأساسية؟ احفظ القاعده دي، الاسعار بتطلع في اسانسير وتنزل على السلم. التاجر عنده مخزون غالي فمش هينزل سعره غير لما يخلص القديم، يعني اصبر اسابيع بعد انتهاء الحرب. والدولار هيفضل طالع ولا سعره هينزل؟ عشان كنت بتقول إن هو الأمان في فترة الحرب. التوقعات بتقول هينزل لمستوى تحت ال50 جنيه خلال شهرين، والاستثمارات بدأت تتدفق، ووقف الحرب هيخلي المستثمر الأجنبي يرمي دولاراته عندك وهو مطمن. طب والشباب اللي عايز يتجوز أو عايز يجيب عربية أو تلاجة يروح يحجز دلوقتي ولا يستنى الأسعار تنزل؟ لو مش مضطر حط فلوسك في جيبك، الأجهزة والعربيات فيها ركود، وتراجع الدولار هيكسر مناخير الأسعار غصب عن الكل. الصبر مكسب. كلامك يطمن يا سبورة. هاي بس احنا يا أما سمعنا وعود، ايه الضمان ان ده يحصل فعلا؟ وطبعا كل ده مبني على ان الحرب تنتهي. الضمان هو الدورة الاقتصادية، السوق ما بيرحمش، والمخزن اللي مقفول هيتفتح عشان صاحبه ما يخسرش اكتر. السلام يعني وفرة، والوفرة تقتل الغلاء. فهمت، يعني السكة رايحة للأحلى بس محتاجة نفس طويل. بس أنا قلقان يا جماعة. مين لسه قلقان؟ اكتبوا لنا في التعليقات ونرد عليكم الجزء الجاي.